السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة على القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل الأحوال يا ربي. اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد الوصفة اللي مختلفة شوية ولكن سهلة وناجحة 100%، وهي كيكة بجوج ديال الطبقات، طبقة ديال الكيك اللي هشيشة ولذيذة وفوقها طبقة ديال المغانق بالمكسرات اللي كتجي خفيفة ومقرمشة في نفس الوقت. هذا الكيك هذا كيجي بنين بزاف بزاف والشكل ديالو كيجي راقي وغير بمكونات اللي بسيطه ومتوفره في كل دار. يصلحها كتقدموه في المناسبات اولا في الضيافه ديالكم مع القهوه اولا اتاي اولا العصير. فخليكم معايا خطوه بخطوه باش تسمعوا جميع النصائح اللي غتخلي هذا الكيك ينجح معكم من اول تجربه. ودابا ندوزو مباشره للمقادير وطريقه التحضير. وبسم الله على بركه الله. في واحد البول كنوضع 4 ديال صفار البيض، والبياض كنحتفظ به حتى نوريكم شنو غادي نحضروا به من بعد. كنضيف عليهم كأس إلا ربع ديال السكر سنيدة، والمقادير بالغرام غادي نخليهم لكم في الصندوق ديال الوصف. كنضيف كيس ديال السكر فاني 7 غرام، كنضيف رشه ديال الملح، وكنخلط الكل جيدا حتى كينسجم صفار البيض مع السكر سنيدة وكيتغير اللون ديال الخليط بهذا الشكل هذا. هنا كنضيف نص كاس عنبه ديال الزيت النباتيه، وكنضيف علبه ديال الياغورت من فئه 110 غرام. انا ضفت هذا الياغورت هذا اللي بذوق الكوك اولا بذوق جوز الهند لانه كيتواسى مع هذه الكيكه هذه. لما توفرش لكم ممكن تعوضوه بعلبه من ياغورت بذوق الفاني. صافي هنا كنخلط الكل جيدا مره اخرى، وهنا كنضيف كاس عنبه ونصف ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، وكنضيف ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات اولا البيكين باودر يعني 8 غرام، كناخذ منها غير 4 غرام. صافي هنا كنغربل كل شيء وكنخلط الكل جيدا حتى كينسجم الدقيق والبيكين باودر، وكنتحصل على واحد الخليط اللي بهذا القوام هذا. هنا كناخذ مول اللي كيتفسح من الجوانب ديالو، القطر ديالو 24 سنتيم، كنفرش فيه ورق الطبخ من الاسفل ومن الجوانب، وكنفرغ فيه الخليط ديال الكيك كله بهذا الشكل هذا. صافي كنوضع المول جانبا وكندوز مباشره باش نحضر الطبقه الثانيه ديال الكيك. هنا كناخذ واحد البول وكنوضع فيه 4 ديال بياض البيض اللي احتفظت به من قبل، كنضيف عليهم كأس عنبه الا ربع ديال السكر سنيده، وكنضيف كيس من السكر فاني، وكنطلع هذا البياض ديال البيض بالخلاط الكهربائي تقريبا واحد 5 حتى 8 ديال الدقائق حتى كيطلع مزيان، وكيولي هذا البياض ديال البيض على شكل مغانق بهذا الشكل هذا، يعني كيولي شاد في راسو. وواخا كنقلب البول ما كيهبطش اولا ما كيسيحش نهائيا. صافي هنا كنضيف عليه كاس ونصف ديال اللوز مطحون، ممكن نتوما تضيفوا الكركاع مطحون. هي في الحقيقه الوصفه الاصليه كتكون بالكركاع ولكن انا هنا عوضته باللوز. ممكن نتوما تخلطوهم بجوج ما كاين حتى شي مشكل، اولا تكتفي بواحد منهم على حسب شنو متوفر عندكم. صافي كنخلط هكا واحد التخليطه اللي خفيفه دغيا باش هكا ما يهبطش ليا البياض ديال البيض. نتوما الا خفتو يهبط لكم غادي تكملوا اولا تخلطوا غير بالمهل بالطراب اليدوي. صافي هنا كناخذ واحد سباشول وكنجمع بها الخليط اللي كيكون في الجوانب ديال البول.
وصافي كنفرغ الخليط ديال الطبقه الثانيه فوق الطبقه الاولى ديال الكيك غير بالمهل باش هكا نحافظ على الحجم ديال البياض ديال البيض. كنفرغ هكا كميه قليله وكنساويها بالسباتول وكنعاود نفرغ كميه ثانيه وكنساويها حتى هي بالسباتول وكنستمر هكا حتى كنكمل الكميه كلها اللي عندي ديال الطبقه الثانيه. وصافي هنا من بعد ما كملت كنضرب المول هكا مع سطح العمل باش نخرج فقاعات الهواء من وسط الخليط ديال الكيك وباش الطبقه اللي فوق حتى هي تساوى وتولي في مستوى واحد. وصافي كندخل الكيك للفرن اللي كيكون مسخن من قبل على 170 درجه. كنحطوا المول في الرف الوسطاني من نص ساعه حتى 40 دقيقه. بالنسبه للناس اللي عندهم الفرن الغازي فغادي يكون مسخن من قبل والعافيه تكون اقل من متوسطه وتكون غير من التحت حتى كتحسوا بالكيك يعني الطبقه التحتانيه طابت عاد كتشعلوا عليه شي شويه يكمل طيابو من الفوق ويتحمر عاد خرجوه. هنا من بعد ما طاب الكيك فكنخليه حتى كيبرد على خاطرو عاد كنزولو من المول. وهنا حاولوا تزولوه غير بالمهل لان كتكون فيه واحد القشره من الفوق كتكون مقرمشه ودغيا كتهرس والا ما حاولتوش عليها فغادي تهرس لكم. وهنا كما غادي تشوفوا فانا للاسف تهرسات ليا فزولتها وغادي نهرمشها ونعاود نزين بها. نتوما الا بقات لكم فخليوها وقدموا الكيك غير هكاك او ممكن ديروا بحالي لانه صراحه هكا جا مختلف وبنين على الشكل العادي اللي كنت كنقدمه به. هنا من بعد ما هرمشت هذيك القشره بهذا الشكل هذا كنضيف عليها 2 معالق كبار ديال الكوك اولا مبشور جوز الهند وكنخلطهم مزيان مع بعضهم بهذا الشكل هذا. من بعد كندهن الوجه ديال الكيكه بالمربى ديال المشماش. تقدروا تعوضوه بالكراميل اولا بالكريم شانتي ولكن بصراحه المربى ديال المشماش مع الكوك وهاد الطبقه المقرمشه تواتاو مع بعضهم وعطاو واحد المذاق اللي زوين بزاف بزاف. صافي هنا كنزين بداك الخليط اللي حضرت بهاد الطريقه هذه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه اللي شاركتها معكم اليوم. فانا غادي نقطعها باش تشوفوا كيفاش جات من الداخل. والصراحه كتجي كيكه اللي راقيه ومختلفه على باقي الكيكات اللي كنحضروها يعني عاده. كتجي بطبقه ديال الكيك اللي هشيشه وبنينه وطبقه ثانيه اللي كتكون من الفوق كتكون خفيفه ومقرمشه في نفس الوقت. والنكهات ما بين طبقات بجوج كيجي مواتين ومتوازنين في الحلاوه. تقدموها هكا في الضيافه ديالكم والمناسبات حيت كتجي بنينه وراقيه والشكل ديالها كيجي زوين بزاف بزاف. وهنا غادي نكون وصلنا لنهايه الوصفه ديال اليوم. كنتمنى تكون عجباتكم وتجربوها وتعطيوني رايكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وهنا غادي نقول لكم مع السلامه والى وصفه اخرى ان شاء الله.